طريق النضال من أجل الكرد يمر عبر عتبة البارزانيين. تصدرت زيارة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب دام بارتي للعاصمة أربيل والأحداث التي رافقتها وجرت خلالها جدول أعمال الكرد وشغلت فضاء الإعلام، حيث حظي وفد دام بارتي باستقبال حار من قبل الرئيس بارزاني، واستقبل بحفاوة وحب كبيرين من قبل نيتشيفان بارزاني. كما تجول الوفد بشكل أخوي مع محافظ أربيل أميد خوشناو، حيث شرب أعضاء دام بارتي الشاي وتحدثوا وضحكوا وتجاذبوا أطراف الحديث مع الناس في قلعة أربيل. والحقيقة هي أن الكرد ليسوا سعداء بالمحادثات وحدها إلى هذا الحد، لكنهم سعداء أكثر لأن الأطراف الكردية استقبلت بعضها البعض بهذا القدر من الحب والاحترام والأخوة. إن ردود الفعل المتفائلة والعاطفية والإنسانية للكرد تجاه هذه المشاهد ليس موقفا عاطفيا فحسب، بل هي موقف أيديولوجي وسياسي أصيل من شأنها ينقذ الكرد من مستنقع الاحتلال الغارقين فيه، وهذا ما يسمى بالوطنية والإخلاص. فعلى مدى 30 عاما الماضية، وعوض أن يحتضن الكرد بعضهم البعض بالمشاعر الوطنية، أصبحت المناطق تعادي بعضها بعضا، وتم إيهام الشعب الكردي بأن الحزب والزعيم هم أشد الأعداء وأكثرهم خطورة. هذه هي سياسة بككة، فبككة هو عدو الكرد أينما كانوا. رحبت إدارة أربيل بالوفد ليس باعتبارهم وفدا عابرا لحدود منفذ خابور، بل احتضنتهم كأخوة لم يروا بعضهم البعض لسنوات. فلم يحظى لغاية اليوم أي عضو في دام بارتي بمثل هذا الاحترام والتقدير في أي مكان. فرغم سلبيات بعض أعضاء الوفد وعموم إساءاتهم للبارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، تم استقبالهم بكل احترام وتقدير. فكان بدران أوستورك أحد أعضاء الوفد قد نظم مسيرة معادية مناهضة للبارزانيين في أيلول 23 مع نسوة في الجانب الآخر من منفذ خابور الحدودي. أما كاسكين بايندر فقد وصل في عدائه للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حد اتهامه باحتلال إقليم كردستان. هذان الشخصان من كوادر بككة في تركيا. دخل كاسكين بايندر السجن في وقت مبكر من طفولته، أطلق سراحه منذ سنوات، وهو لا يعرف حقا ما إذا كان هناك أي شيء آخر في العالم خارج أطور بككة. لكن كاسكين بايندر أصبح سعيدا جدا بلقاء الرئيس بارزاني، وعندما كان يتحدث إلى الصحفيين ردد عدة مرات عبارة الرئيس بارزاني، وكانت هناك لمعة مشرقة في عينيه في هذه اللحظة. ولولا ضغوطات بككة لما كان كاسكين بايندر ولا أي شخص آخر يعادي الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى هذا الحد. فحتى أثناء تواجد الوفد في أربيل انتقد بعض كتاب بككة كاسكين بايندر لقوله الرئيس بارزاني، واتهموه بمغفل لا يدرك ما يقول. يقول البعض لماذا رضي الحزب الديمقراطي الكردستاني ووافق؟ فكان ينبغي حذف أسماء أشخاص أمثال بردان أوستورك وكاسكين بايندر المسيئين بشكل مباشر من القائمة. لكن الديمقراطي الكردستاني لا ينظر إلى ما فعله، كلا، الديمقراطي الكردستاني يعرف من هم. ولكن كما أن من طبيعة بككة هي العداء لكل الكرد والوقوف ضدهم من أجل تحقيق شيء ما، فإن الديمقراطي الكردستاني من طبعه ونهج التحالف مع الكرد والحوار والولاء والوفاء والتسامح. فبالنسبة للديمقراطي الكردستاني فإن أقوال الخالد الملا مصطفى البارزاني هي نهج وأسس ومبادئ، عندما قال أعداؤنا يقتلون الكرد الطيبين، فإذا قتلنا نحن الكرد السيئين والأشرار فلن يبقى هناك كرد في العالم. وكثيرا ما وقف الرئيس بارزاني أيضا على هذه القضية وقال لن نعتدي على أحد، ولكن سنرد على كل من يعتدي علينا، موضحا موقفه الثابت والدائم على أهمية الحوار والوحدة بين الكرد. وقال كثيرون حتى البعض داخل الديمقراطي الكردستاني إن خطاب الرئيس بارزاني يستغل من قبل آخرين، لكن الحقيقة هي أن هذا هو السبب الذي يقف اليوم أمام عدم قتال الكرد بعضهم بعضا. ورغم كل شيء فإن وفد دام بارتي إذا استطاع اليوم زيارة أربيل فهو نتيجة هذا الموقف الكريم والعظيم للرئيس بارزاني، ولأن بارزاني لم يهدم يوما جسور الحوار والسلام بين الكرد. يشعر الكرد اليوم بسلام أكبر، ولكن لو كانت اللعبة قد جرت وفق بككة لكانت الدماء أريقت والأرواح أزهقت. وليس اليوم وحده، بل تعرض الحزب الديمقراطي الكردستاني للطعن في الظهر من قبل بككة عشرات المرات منذ عام 83،
لكنه لم يهدم أبدا أسس الحوار. عدا العداوات القديمة في الأعوام الغابرة، لو تحدثنا عن عام 14 يخوض بكك حربا شرسة وقذرة ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن جميع النواحي. هذه الحرب القذرة لبكك على الديمقراطي الكردستاني، والتي تشمل الافتراء والأكاذيب والمؤامرات والإساءات والإذلال، وتشمل النواحي العسكرية والسياسية والنفسية والدبلوماسية، ألحقت أضرارا لا تعد ولا تحصى بالكرد. انتهج بكك وبدعم من القوى الإقليمية وبعض اللوبيات الدولية سياسة تقليص وإلغاء ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاستيلاء على مكاسبه وإنجازاته. هذا الموقف الخياني والعدائي يتجلى بوضوح في شنغال وروج آفا وإقليم كردستان. إن بكك يحشد جماهيره منذ سنوات على فكرة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سوف ينهار هذا العام وسينتهي العام المقبل، وهو بهذه الطريقة يمنحهم أملا ويضللهم ويخدعهم، بينما يعتقد أنصارهم أيضا أن بكك قادر على تدمير الحزب الديمقراطي الكردستاني والقضاء عليه. لكن الحقيقة هي أنه منذ 300 القرن الماضي لم تتمكن مئات القوى بقيادة البريطانيين والقوى الإقليمية مثل العراق وإيران وتركيا وأحزاب مثل الاتحاد الوطني وتنظيم القاعدة، لم تتمكن من القضاء على الديمقراطي الكردستاني والبارزانيين. كما لن يتمكن بكك أيضا من تحقيق هذا أبدا. نقطة الانطلاق لنهج البارتي وباراديغما هي أرض كردستان وحرية الكرد. تخطى البارزانيون منذ فترة طويلة حدود القبيلة والعشيرة والكونفدراسيونات وتجاوزوها. البارزانية أصبحت نهجا ممزوجا بالكرداية والكردستانية. لذلك فخلال 100 عام الماضية عندما يتذكر الناس الكرد يتذكرون البارزاني، وهذا إنجاز عظيم ومهم في تاريخ الكرد. ولذلك فإن أي جهة تريد أن تتخذ خطوة إلى الأمام في القضية الكردية فلا بد وأن تقرع أبواب البارزانيين في نهاية المطاف. فحتى حزب كمالي مثل جهبة عندما رأى الحاجة إلى علاقات أوثق مع الكرد توجه نحو أربيل في عام 21 واجتمع مع البارزانيين. بل حتى إن سوريا أوندر لأنه أدرك الحقيقة أمسك بيد البارزاني بكلتا يديه الاثنتين أثناء اللقاء في بيرمام. إن سياسة بكك المناهضة والمعادية لبارزاني وخاصة خلال العقد الأخير هي في الأساس سياسة مناهضة لكردستان، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن أجل التعاون والشراكة والحوار ووحدة الكرد تحت أي ظرف من الظروف هو نتيجة لسياسته الكردستانية والتي هي في جوهرها سياسة وطنية.